بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث عن أعلام من بلادنا الزاخرة. ونبدأ بوداد المحبوب، البروفيسورة في مدرسة العلوم ورئيسة مركز علوم الأرض والفضاء والاستشعار عن بعد في جامعة هامبتون ولاية فرجينيا. ويتم عملها الإشراف على مجموعة من السوبر كمبيوتر والتعاون مع ناسا. والدكتور البروفيسور حسن الفاتح عمل عضو باتحاد الجامعات الإسلامية العربية والإفريقية والعالمية. ألف أكثر من 100 مؤلف في موضوعات مختلفة. منحته جمهورية مصر العربية وسام العلوم والفنون من الطبعة الأولى. والشيخ عبد المحمود الأستاذ نشأ في حجر والده حيث ألحقه بالخلوة وحفظ القرآن عند السادسة من عمره. والدكتور كامل إدريس المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية، حائز على شهادة دكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف سويسرا. ألف كتاب الملكية الفكرية، أداة فعالة في التنمية الاقتصادية. والأستاذ محمد إبراهيم هو ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم. ذكرت وسائل الإعلام العربية والعالمية أن مفاجأة هذا العام هو ظهور اسم سوداني في قائمة أغنى أغنياء العالم. مؤسس منظمة مو إبراهيم الذي تقدم جائزة مو إبراهيم للحكم النزيه في القارة. والأستاذ صديق الطاهر الفاضل محمود المهدي من الاسم يتضح أنه ينتسب لعائلة المهدي ولكنه لم ينتشر كرمز برموز الأنصار. وبعدها بدأ مسيرته الحقيقية في عالم الشهرة وصار ممثلا كبيرا. والدكتور كمال عربي من أعلام بلادنا الزاخرة هو بروفيسور جراح، رئيس الجمعية الطبية لاختصاص جراحة العمود الفقري، مدير مستشفى المخلون ومؤسس مستشفى الملك خالد بالمملكة العربية السعودية.